هو انا مين؟ المفروض احقق ايه؟ وليه مطلوب مني اعمل كل ده؟ وازاي اعمل فلوس وانا مش معايا فلوس؟ انا مش فاهمه ولا حاجه. العشرينات مش شرط تكون اسعد ايام حياتك، فازاي تخلي عشريناتك احسن وانجح من غير ما تحس انك ضايع او حاسس بالفشل؟ عشان انا معاكم في نفس الرحله. بكل بساطه انا ومنير. كل الناس دايما بتحكي لك ان العشرينات هي احسن سنين حياتك، حريه، مغامرات، تعيش سنك، كل الابواب مفتوحه لك، ومحدش بيتكلم عن الجانب المؤلم اللي احنا بنبقى فيه لوحدنا، بنواجه فيه تحديات وصعاب محدش ممكن يتخيل كم الالم اللي احنا بنحسه، احساسنا بالضياع، ازاي نعمل حياه، ازاي نعمل شغل، ازاي نعمل فلوس، ازاي ننجح زي الناس اللي هناك دي. الحقيقه انها ممكن تكون اكتر سنين توتر وضغط وحيره مما انت تتخيل. خلينا نتكلم ليه العشرينات مش احسن سنين حياتك، وازاي نخليها احسن سنين حياتك عشان نلاقي الطريق. هو الموضوع كوميديا سودا، عايشين الحريه اللي كنا نتمناها واحنا صغيرين، بس الصدمه الحقيقيه العشرينات طلعت زي لعبه ليفلز، وكل ليفل اصعب من اللي قبله. لسه بتتعلم تدير حياتك، الشغل اللي كنت فاكره سهل بقى مسؤوليه وفلوس والتزامات، كل المصاريف والاقساط والديون، ومش فاهم اصل المشكله فين. هو احنا لوحدنا؟ هو احنا فشله؟ عشان ده تقريبا الاحساس الوحيد اللي كلنا بنحسه. لو بتحس بكده اكتب لي في الكومنت. ازمه ربع العمر الحقيقيه، يمكن سمعت عن ازمه منتصف العمر، بس عمرك ما سمعت عن ازمه ربع العمر دي. زي ربع الجبنه الرومي، الضغط المجتمعي عشان تنجح وتعرف نفسك وتحقق توقعات المجتمع بيخليك حاسس دايما بالقلق ووجع البطن، القلق والاكتئاب، وطول الوقت بتشك في نفسك وبتجلد نفسك حتى لو ظهر انك متحكم في الامور. لا نضحك على بعض، كلنا عارفين اللي فيها. وحقنا الصراحه، من وباء لحروب، ازمات اقتصاديه، محدش عارف بكره فيه ايه، والمستقبل. بس ليه محدش باين عليه القلق ده؟ ليه الناس بتخفي الموضوع؟ الناس غالبا بتحب تخبي صراعاتها الداخليه عشان مش عايزين يبانوا فاشلين. على السوشيال ميديا كل واحد بيعرض الجنب الجامد الرائع اللي مليان انجازات، ويحط باقي الفشل تحت السجاده، وده بيخليك تحس لوحدك وان محدش حاسس بيك وانك انت الوحيد اللي ضايع وفاشل. ازمه دي ازمه الهويه، identity crisis. اول 10 سنين من حياتنا بنبقى اطفال، صح يا دوب بنتعلم نمشي، نتكلم، ناكل، واساسيات الحياه، وان احنا ما نعتمدش على امهاتنا وابهاتنا. تاني 10 سنين من حياتك كلها بتبقى مدرسه وتعليم، بنسمع كلام ملهوش لازمه زي ابن خالتك دايما هيبقى احسن منك، وتفضل طول عمرك بتحاول تثبت العكس حتى لو ابن خالتك ده ملهوش وجود اصلا على الكوكب. يعني اول 20 سنه من حياتك انت لسه بتتكون. تتم ال20 تسال نفسك بقى سؤال محدش ساله لك ابدا، سؤال انا مين؟ تخيل ازمه الهويه دي مش بتحصل لك انت لوحدك، حصلت لينا كلنا. كل البشر سالوا نفسهم السؤال ده. لازم تعرف كليتك وكاريرك، تحط اهداف، تعمل علاقات، تعمل فلوس، تعمل بيزنس، تروح الفضاء وتكون مسؤول وتطور من نفسك، جيب ايفون 16 برو ماكس. مش هتلاقي كل الاجابات على اسئلتك، عشان في اسئله مش هيجاوب عليها غير الزمن والوقت والمواقف عشان تعرف انت مين. هبسطها لك، تخيل حد صاحبك دخل حياتك، هل طبيعي تعرفه في اول يوم؟ طب اول شهر؟ اول سنه؟ لا، بنحتاج مواقف كتير عشان تعرف ده مين فعلا. اهو العشرات دي عامله زي صاحبك اللي لسه بتتعرف عليه جديد، لسه مستني تعرف اجابه هو قد الثقه ولا لا، هو ملتزم ولا لا. الاجابات بتقولها لك الايام، عشان كده ادي الايام حقها، ولنفسك ان هي تجرب وتاخد وقتها، ومحدش يضغطك بفتره زمنيه معينه عشان هي كمان ترد عليك وتديك حقك. جرب وما تفكرش في اجابه لاسئلتك، وما تخليش حد يجبرك، ولا انفلونسر، ولا حد يقولك كيف تكون صانع اول مليار دولار في التاريخ. انت مش مطلوب منك تكتشف كل حاجه في يوم واحد او اسبوع او شهر. انت مش متاخر، انت تمام. انت طول ال20 سنه اللي فاتوا يا كنت بتتعلم معنى الحياه مع استاذ مكي، يا اما كنت بتذاكر عشان تنجح. انت في رحله فرديه بشريه مش في سباق. في ناس ربنا بيقدر لهم ينجحوا وهم عندهم 16 سنه، في ناس بينجحوا وهم 20 سنه، في ناس نجحوا وهم عندهم 40 سنه، في ناس نجحوا وهم عندهم 30 سنه. فلو حتى حطيت نفسك في سباق، حط القواعد انت للسباق ده، والسباق ده اعمل نسخ كتير قوي منك، وشوف كل شويه نسخه منهم بتكسبك ولا لا. فتروح ترمي كلامي كله في الزباله وتروح تقارن نفسك بحد غيرك. مبروك، انت خسرت. الدنيا نورت شويه. بنوري المقارنه قاتله. كل يوم الناس بتتطور واحنا بنقدم. دايما في احسن مني، مهما عملت الساعه اللي بشتغلها في غيري بيعمل قدها اضعاف وبينجح اكتر، وفي غيري ما بيعملش حاجه ومعاه كل حاجه. انا مهما عملت مش هوصل لحاجه. هو انا عايزه ايه؟ انا عايزه انام. في نفس الوقت في حد سهران بيسبقني، بيعمل حاجات اكتر مني واحسن مني، جسمي مش فورمه زي الناس اللي في سني. يا لهوي، ده اللي بيحصل في مخك بالظبط. حابه اطمنك انك مش مجنون، مش محتاج تتعالج. مخك عشان يخليك تتطور بيعمل لعبه عليك كده قاسيه شويه، يوريك نماذج ناجحه تتعلم وتتطور عشان تبقى زيهم او احسن منهم، بس يعني بيقولها لك
بطريقه مش كويسه، يعني بيخليك تقارن نفسك بغيرك عشان تتطور. هو الموضوع في اصله انك تتطور، بس الموضوع بيزيد عن حده. زي الانكزايتي مثلا بتخليك طول الوقت شايف ان انت you are not good enough، انت مش كفايه، مهما عملت مش كفايه، ودي ازيد من انها تخليك احسن. هنا الفخ. في مثل امريكي بيقول لك ازاي تقارن التفاحه بالموزه او التفاحه بالبرتقال. اي نعم الاتنين فاكهه، بس ده فصيله وده فصيله. كلهم فاكهه، بس كل واحد جاي لوظيفه والموسم معين والوقت معين لفيتامين معين. ازاي تقارن الطماطم بالبتنجان؟ البتنجان طبعا احلى. كل حاجه من دي بتعمل وظيفه مش شبه التانيه، جيناتهم مش زي بعض، على ان الاتنين خضار برضو. تخيل صحينا الصبح لقينا الخضار والفاكهه عاملين ثوره عشان ما لقوش صلصه راما، لا يا بيتخانقوا مع بعض كلهم عشان كلهم عايزين يبقوا طماطم، عشان بيتحطوا في كل الطبيخ وكل الناس بتحبهم ومحدش بيعترض عليهم، عشان لونها احمر وناعمه وبتطبخ مع كل الاكلات. تخيل بس، شفت؟ ما ينفعش، مش منطقي اصلا. طيب هجيبها لك بطريقه تانية. في ناس بيتولدوا معاهم كل حاجه، وفي ناس زيي وزيك بيتولدوا من السالب، حتى ما كانش في صفر، في سالب. هو يا ريت كان في صفر نبدا منه، بس ده مش معناه اي حاجه، وده مش هيساعدك في طريقك ولا في رحلتك ولا في حياتك اصلا. اصلا ايه المفيد ان انا انكد على نفسي كل شويه؟ في ناس اجمل مني، في ناس احسن مني، هناك اهو شايفاهم، جود، حلو، كويس، عاش، ما شاء الله، يا رب يكرمهم. انت فين من الموضوع ده؟ بس لو انت غيران من حد، غالبا مش عشان انت حد وحش، ده بس عشان انت مهتم بنفس الاهتمامات اللي هو بينجح فيها وشايف وبيحقق نجاحات في الاهتمام ده. مثلا انا عمري ما ابقى غيرانه من حد شاطر في السكيتنج. عارف ليه؟ عشان انا مش مهتمه. لكن لو سالتني عن ابطال الكروسفيت هقول لك هقول لك طبعا نفسي اكون زيهم او احسن. ليه؟ عشان دي فطرتك، تطور من نفسك. فالغيره مش معناها اننا وحشين، الغيره شعور طبيعي واحنا طبيعيين جدا، بس دي الطريقه اللي بناخد بيها بالقلم على وشنا عشان تفوقنا نشوف ايه اللي محتاج عندنا ان احنا نجتهد ونشتغل عليه في حياتنا الشخصيه عشان نوصل له. بس افتكر دايما وانت بتوصل ان الدنيا دي فيها خير كتير قوي ووفره من ربنا، محدش هياخد حاجتك ومحدش هينقص من حد. عادي كلنا نبقى كسبانين، وعادي تكسب اللي جنبك، محدش بياخد رزق حد. دي حاجه تطمنك بس. ولو في حاجه مكتوبه لك، والله لو كنت فين هتوصل لك وهتنجح فيها. بس صفوا النيه انتوا بس. اكذوبه ان لازم تكون منتج طول الوقت. ثقافه الهاسل بتدفعنا بطرق كده وبكلام كده رأس مالي ان قيمتك بقيمه الفلوس اللي انت بتعملها، ولو الفلوس دي مش موجوده انت مالكش قيمه. الفلوس مهمه، وانا مش بقول انها مش مهمه، مهمه جدا، بس لو حطينا في المعادله دي ان انت هتيجي على صحتك عشان تهاصل وتشتغل 3 شغلانات في نفس الوقت، بص ما حدش بيبقى غني عشان بيشتغل 4 5 شغلانات في نفس الوقت، ما حدش. بس عمرك شفت حد ناجح اشتغل شغلانه او على شغلانتين بالكتير واخد باله من صحته وبيقرا كتب وعامل محقق نجاحات كتير؟ في ثقافه الهاسل، انك تهاصل كتير بتدفعنا نصدق ان لازم نكون طول الوقت شغالين، سواء كان في الشغل، مشاريع جانبيه، او تطوير ذاتك. بس السعي المستمر للانتاجيه واحساسك دايما باللوم وجلد الذات لما بتاخد يوم واحد اجازه بيعمل لك ارهاق في عشريناتك. ومهم نوازن جدا ما بين راحتنا وما بين الاهداف اللي احنا عايزين نوصل لها. عشان نوصل للاهداف دي محتاجين صحه توصل لها اصلا. عشان نوصل للمحطه محتاجين عربيه نركبها. العربيه دي اللي بتوصلك هي صحتك وراحتك، فما تجيش على نفسك وصحتك. انا اتعلمت الدرس ده باصعب طريقه ممكنه. ليه الموضوع ده محدش بيتكلم فيه؟ عشان الناس بتمجد الناس اللي شغالين طول الوقت عشان يعملوا فلوس كتير. حلو، مبروك، بس ده بيخليك تحس بتأنيب الضمير. لو نمت 8 ساعات هتسال نفسك هو انا ليه بنام؟ تخيل ان احنا وصلنا لمرحله ان احنا بنسوف نومنا عشان بس نبقى منتجين طول الوقت. عشان دي برضو حاجات ضروريه لسعادتك ونجاحك على المدى البعيد، هتعرفها بعدين، خصوصا في فتره العشرينات اللي مليانه تحول دي. انا مش بعرف انبسط بيوم واحد اخده اجازه، وساعات بشكك في نفسي اصلا، هو ده تعب حقيقي؟ هو انا عيانه فعلا ولا انا كسلانه؟ ولازم ادخل المستشفى عشان اتاكد بس اني عيان. لازم اوصل لاخر مرحله جسمي فيها بيقول لي خلاص انا تعبت، انا زهقت، انا عايز راحه. لازم حرفيا اكون بموت. فما تبقوش زيي. الصحه مهمه، ومحدش هيسقف لك ويقول لك واو انت بطل عشان تحيط بصحتك عشان تحقق اهدافك. حاول على قد ما تقدر انك ما تجيش على حاجات مهمه، لكن هيتقال لك انت بطل لو عرفت توازن ما بينهم كلهم، مع صحتك، مع حياتك ككل. ضغط الشغل، كارير بريشر. اكتر حاجه ندمان عليها اني عملتها هو اني ما اتعلمتش الماني وبرمجه من وانا صغيره، من وانا في بطن امي. ضغط البحث عن الوظيفه المثاليه وازاي نعمل اول $1,000,000. واللي ضغطك اكتر ان دي مش افكار وهميه، لا ده في فعلا ناس في العشرينات عندهم 18 و17 سنه ويمكن اصغر بيعملوا كده وبيحققوا $1,000,000 وبيعملوا بيزنس وحاجات من دي، واصغر منك، يعني مالكش حجه اهو. ده مش معناه اي حاجه في الحاله بتاعتك. فاكرين الكلام اللي قلناه عن المقارنه؟ هاكد لك عليه دلوقتي. حط افكار
افكارك بدل النجاح السريع انك تتطور وتنمو. يعني ايه؟ يعني بدل ما تبقى جازز على اسنانك وبتحاول تحقق نجاح وانت بتجز كده، وحقك طبعا تجتهد وتعافر والكلام ده كله، انا كمان بعمل زيك بس بعقليه مختلفه، بمايند سيت مختلفه. انا بسميها عدم الجزازان. ما تجزش، عادي تبقى بتعافر وتجتهد بس من غير ما تجز قوي، جز نص نص. تركيزك كله بيبقى محطوط على انك تتعلم وتكبر وتبني وتاسس، فما تقارنش تاسيسك بالناس اللي حواليك. كل واحد بيأسس على اللي عايز يعمله في المستقبل. هديك مثال، انت لو بتأسس برج فالعمدان بتقعد فترة كبيرة جدا عشان تعملها صح، عشان تطلع بالبرج وما يقعش عليك. لكن لو بتأسس عمارة هتنجح بسرعة. مفيش حد هنا غلط او صح، كل واحد بيعمل على قد اللي هو عايز يعمله او اللي عايز يبنيه في المستقبل. وصلت لك؟ بس المهم ما تبقاش زي الابهات اللي بيخاف على ابنهم يقع من اول ما يزحف. ليه؟ عشان هو محتاج يقع عشان يعرف يمشي. ما تعملش نفسك كده وتحاول تتجنب الفشل. تخيل بقى ان الفشل ده هو اللي هيخليك تتطور. انت لو تجنبت الفشل هتكون بتحاول تتجنب النجاح، عشان ده بيخدم على ده. انا بطمنك انك طبيعي تحاول ما بين كليه والتانيه، طبيعي تغير شغلك مره واثنين وثلاثه ووظيفتك، طبيعي اهتماماتك تروح وتيجي، طبيعي تعمل حاجه وتفشل، تروح تعمل كارير شيفت بحكمه مش بتهور. اصبر واعمل مرونه واساس قوي تبني عليه، عشان انت بتبني برج عالي. يعني فعلا هات اخرك بس مش وانت جازز على اسنانك، وفي نفس الوقت بتاسس صح. اجيب فلوس منين؟ فاينانشال ستريس، وانك شايف الدنيا عامله ازاي والاحوال الاقتصاديه عامله ازاي، او حتى تحوش عشان توفر لنفسك اي حاجه نفسك فيها اهلك مش هيقدروا عليها. الموضوع ده يا الله صعب ازاي، بجد بجد. من اصعب الحاجات انك تعمل بادجت وتتعلم، لان دي حاجه مكتسبه ومحدش بيتولد عارف ازاي يستخدم الفلوس. انت مش بتتولد وانت عارف ازاي تحرم نفسك من حاجه نفسك فيها عشان تاخد مكافاه بعدين بعد فتره طويله وممكن ما تاخدهاش. مسؤول عن السعي ومش عن النتيجه. بس انا باكد لك ان مفيش تعب بيروح هدر، وعشان تكتسب الخبره دي محتاج تدور على الوجع. وجع العشرينات انك ما عندكش حاجه تجيب لك فلوس بس عندك حاجات كتير قوي تعمل منها كده. خليني اقول لك كلمه السر، مفيش حد بقى غني من التحويش، بس في حد بقى غني من الفلوس اللي حوشها وحطها في معرفه او مهاره او حتى صحته الجسديه زي اشتراك الجيم مثلا. خليني اقول لك ليه التحويش مش هيخليك غني. الفلوس جنب بعض مش هتبيض وتفقس وتعمل فلوس تاني، بالعكس قيمتها بتقل بسبب التضخم. بس الفلوس اداه حلوه انك تتعلم او تقدم خدمه تجيب لك فلوس. كلام بديهي ومبتذل وممكن معظمكم يكون عارفه، بس خليني اقول لك ان ده مش معناه انك تصرف، لا، ده معناه انك تحوش عشان تعرف هتصرف فين بالظبط. وعادي في البدايه تشتغل شغلانات عشان تجيب لك فلوس، تستثمرها في حاجات تجيب لك فلوس، او لو معاك فلوس زياده تجمدهم في ذهب او عمله، اي حاجه يبقى صعب توصل ليها بسهوله، او تفكها في حاجات استهلاكيه، شوبينج، اكل من بره، صعب توصل لكاش وتحط التحويش اولويه. ده اللي انا عملته بالظبط، حوشت عشان اعرف اعمل اي حاجه نفسي اعملها في حياتي، عشان كل ما يقابلك حاجه ممكن تحسنها اكتر تعليميا، جسديا، عمليا، يكون معاك مبلغ تستثمر فيه في نفسك. انا مثلا في بدايتي خالص كنت ناويه اروح اشتغل في حضانه عشان اجمع مبلغ عشان اجيب بيه كاميرا عشان اعمل قناه يوتيوب. بعدين فضلت اشتغل واعمل هاسلينج واروح واقدم واروح اشوف منح وادرس عشان بس اعرف اجمع مبلغ اول كاميرا في حياتي. حتى لو المبلغ اللي هتحوشه ده قليل جدا احسن من مفيش. وممكن ساعتها بس حتى لو فكرت تستلف من حد تكون اهل ثقه ان الناس دي تسلفك، هم شايفين انت بتعمل جهد قد ايه، شايفينك انت اصلا قادر ومسؤول عشان تقدر ترجع لهم الفلوس دي. ما الناس مش بتسلف اي حد، مش هسلف حد انا مش ضامن ان هو يرجع لي الفلوس ولا لا. فلازم توري حتى اهلك، توري الناس اللي حواليك انك بتعمل اخرك عشان تقدر تاخد الفلوس اللي تستثمرها في نفسك. وتستلف في حاله انك عايز تستثمر في نفسك، مش عشان تروح تستهلك او تشتري حاجه نفسك فيها او نفسك في تليفون معين مش منطقي او رفاهيات. تستثمر كمان في انك تتعلم عن الفلوس وتقرا عنها وازاي تستخدمها وازاي تنظمها، عشان صدقوني علاقتك بالفلوس باترن زيها زي العلاقات، ممكن يتكرر طول حياتك. ما تعودش نفسك على الكريدت كارد، ما تعودش نفسك على الاقساط، ما تعودش نفسك على الديون او السلف او غيره، عشان هتفضل طول عمرك تسدد في حاجات انت مش محتاجها، المجتمع اقنعك انك محتاجها ولازم تشتريها. عمرك ما هتستمتع استمتاع حقيقي بحياتك، هتفضل تجري 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 عشان تسدد الحاجات اللي عليك. فخنقه الماديات اللي بتحس بيها طبيعيه جدا، انا بحس بيها، كل الناس بتحس بيها، ولسه بنستكشف. وما يكونش اكبر عائق في حياتك، عشان تعرف تركز على الحاجات المهمه والحاجات اللي فعلا محتاجه تركيزك كله، مش انك تركز في مشاكل الفلوس والماديات والحاجات دي كلها. اتعلم تعمل ميزانيه، اتعلم ازاي بتصرف، شوف الباترن بتاعك في الصرف بيبقى عامل ازاي، شوف ايه اكتر حاجه رفاهيه انت مش محتاجها بس بتصرف عليها بس لمجرد متعات لحظيه، وشوف انت بالفلوس دي تقدر تعمل بيها ايه على المدى البعيد عشان تستمتع بيها براحتك بعدين. طب ماشي، موضوع الفلوس انتهى، يعني احساسك انك دايما فايتك حاجه ده طبيعي جدا. زمان الناس كانت في قريه قد كده ومحدش كان يعرف
يعني حاجه عن حد غير اسرار، كانت البيوت اسرار. دلوقتي السوشيال ميديا بتوريك حياه الناس كلها، فطبيعي تحس انك فايتك حاجه. الفير اوف ميسنج اوت حاجه طبيعيه جدا، وعلى فكره انت فعلا فايتك حاجه، بس ده فعلا مش مهم. المهم انك تركز على اللي موجود. طب لو ما فيش حد موجود، ايوه انا فاهماكم، loneliness and social pressure، خصوصا انك شخصيتك بتتغير كتير قوي، وبتلاقي الناس اللي انت كنت بتحبهم قوي وصحابك وعشرة عمرك مره واحده بقوا مش شبه الحاجات اللي انت بقيت عايزها في المستقبل. فبقى وجودهم كويس بس مش كفايه. في العشرينات خصوصا دي ازمه، وانا بشوف انك تكون نفسك قبل ما تطلع للعالم. في جمله انا مقتنعه بيها جدا بتقول ان احنا عباره عن الناس اللي حوالينا. ساعات انك ما يبقاش حواليك حد نعمه كبيره وهديه من عند ربنا. ليه؟ فرصه من ربنا انك تقعد وتتعرف على نفسك اكتر. يعني ايه؟ يعني مش بالضروره تكون I'm not good enough ولا تسمع اليسا ولا حتى مضطر تضغط على نفسك عشان تلاقي ناس شبهك. الناس اللي شبهك هتلاقيهم عن طريق اهتماماتك اللي انت لما قعدت مع نفسك فيها لقيتك مهتم بيها. يعني هديكم مثال، انت دلوقتي لو مهتم بالرياضه واصحابك مش مهتمين، هتعرف ازاي الناس اللي مهتمين بالرياضه؟ هتروح الجيم تتعرف على ناس بيروحوا الجيم فيخلوك مهتم بالرياضه، فتلاقي ناس شبهك هناك. لو انا مهتمه بالسوشيال ميديا هروح الايفنتس اللي فيها ناس في السوشيال ميديا اتعرف عليهم ويبقى في ناس شبهي هناك. لو انا مهتمه بالكتب هروح المكتبه اشوف ناس قارئين زيي واتعرف عليهم هناك. فبالتالي الناس اللي حواليا هيبقوا انعكاس مني. فساعتها بالضروره لازم تختفي عشان تعرف انت عايز ايه بالظبط. ايوه اختفي وتعلم عن نفسك عشان تعرف مين تدخله حياتك، مين شبه قيمك، مين لا، مين بياخد من طاقتك وسلبي. وسيبك مستنزف عاطفيا، تكون emotionally drained، مستنزف، وكل ما تقعد في القعده بتاعته ترجع تلاقي نفسك خلصان. وعلى فكره دي علامه ان فعلا الناس دي مش شبهك. مين بيأثر على معتقداتك بالسلب، مين بيساعدك على النمو وانك تكبر وتتطور، مين بيشجعك، مين بيصارحك ومش بيجاملك وبيخليك على قد ما تقدر ان انتوا الاتنين تكبروا مع بعض، مين بتبص عليه من اللي حواليك بتقول اه ده انا نفسي ابقى زيه، ومين لا. مش شرط انك ما عملتش صحاب او انك شعورك بالوحده انه فعلا انك تكون كده فاشل في العلاقات ويبقى في ضغط مجتمعي عليك. ممكن يكون علامه انك لسه بتستكشف العالم ونفسك هي العالم اللي انت عايش فيه عامه، عشان 90% من الحياه اللي انت عايشها بره في مخك. لسه بتشوف ايه اللي لايق عليك وايه اللي لا، لسه بتعمل قيم ومبادئ لنفسك، بوصله وانت ماشي تمشيك معاها، لسه بتربي نفسك من الاخر. فاحتضن الشعور بالوحده لانه جاي معاك بفايده مش بس بخساره. وانا عارفه ان في ضغط مجتمعي علينا خصوصا البنات، ايه مش هنفرح بيكي ولا لا، مفيش حد في حياتك، والولاد كمان. حياتك دي عامله زي البازل، فركز انك تحط قطعه مناسبه في البازل والصوره النهائيه اللي انت عايز تطلع بيها عشان تعرف تعمل صوره واضحه في الاخر. مش لازم تسد خانه الحاجات المفقوده بحاجات مش مناسبه وتشتكي في الاخر ان ما طلعش ليك صوره واضحه. دي حياتك بالظبط بكل الناس اللي بتدخلها فيها، بكل عاده او سلوك بتعمله. هو ده قطع البازل اللي انت بتجمعها جنب بعض. انك تبقى لوحدك ده معناه انك عندك حاجات كتير قوي تقدمها لنفسك وتبني نفسك. وده السنه اللي احنا محتاجين نعرف فيه الفرق ده بين الوحده وبين ان معلش الناس اللي حواليا مش مناسبين ليا. انت عباره عن البشر اللي انت بتقضي معاهم معظم الوقت، فاختار كويس قوي انت بتقعد مع مين. يعني حاوط نفسك بناس حقيقيه في العالم الحقيقي يعلوك ويساعدوك في حياتك. وحتى لو بتستخدم السوشيال ميديا خلي الناس اللي بتتابعهم هم الناس اللي انت عايز تبقى شبههم، عايز توصل لحاجه هم وصلوا لها. حاوط نفسك بناس حقيقيه في العالم الحقيقي يعلوك ويساعدوك في رحلتك، وركز على حياتك. ومفيش اي مشكله انك تركز على حياتك وجوانب تانية ما تبقاش احسن حاجه. كل حاجه ليها فترتها عشان الحاجه اللي بنركز عليها هي اللي بتكبر. واكتر حاجه محتاجين نكبرها هو احنا في الفتره دي بالظبط. فما تركزش على حاجه مش هتفيدك، وفكك من ضغط المجتمع اللي بيقولك لازم تعمل عدد معين من الصحاب، لازم تتجوز في السن المعين، لازم تخلف في السن المعين، الا كده انت فايتك كل حاجه، الا كده انت فاشل. تركزش على حاجه مش هتفيدك. نويز كانسليشن لكل الكلام اللي مش شبهك. رسالتي من الفيديو ده الحقيقه الخفيه ان عادي ناس كتير في العشرينات بتحس ان هي محتاجه تعمل كل حاجه لوحدها، لكن الحقيقه ان برضو عادي انك تطلب دعم سواء من اصحاب، لو الصحاب مش موجودين ناس بتثق فيهم حواليك، او ناس بروفيشنالز. ولو معناش للبروفيشنالز نبص على الناس اللي بنتابعهم، حتى اليوتيوبرز، ناس تفيدك وتدعمك في رحلتك زي كده. باختصار العشرينات ممكن تحس فيها بضغط كبير قوي ومتطلبات كتير جدا، كل واحد فينا عنده صحابه. السر هو انك تقبل انك لسه بتتعلم، تكون طيب مع نفسك عشان انت لسه بتتعلم، وتدرك ان كل واحد فينا ليه طريقه الخاص وكواليسه وفشله الخاص برضه. وافتكر ان في فرق كبير بين محاسبه النفس وجلد الذات. صوت فيهم بيقول لك حاسب يا تقع، والصوت التاني بيقول لك حاسب يا غبي، يلي ما فلحتش، يلي كل الناس احسن منك، يا تقع. اتنين بنفس المعنى، مش عايزينك تقع بس بطريقه تفكير مختلفه. بالراحه على عشريناتك، انبسط، افشل، عيط، ارقص، سافر. هي سنين جهد بس الافوره والجز
بيبوظ الحاجات. تقدر تكون جامد وقلقان ومتوتر وبتجز على اسنانك، وتقدر تكون جامد ورايق. فبكل بساطة انت حر تختار. وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني. بحبكم قوي، بحب يوتيوب قوي، بحب الفيديوز دي، بحب النوعية دي. يا الله انا مبسوطة ازاي ان انا رجعت. عايزة اقعد اعمل فيديو 50 ساعة ومش هزهق. ولو انت شخص مهتم ان تخلي حياتك احسن وتطور من نفسك اكتر، فالقناة دي مكانك. فما تنسوش تشتركوا في القناة.